بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية وتكونوا كامل لاباس. اليوم إن شاء الله السلطنة الغاليات متتبعي الأوفياء راح نحضروا تحلية رائعة المذاق وكذلك بطريقة مبسطة والبنة. واش راح نقول لكم؟ ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الأول حتى للأخير، وما تنساوش دائما تشجعوني جيم كومنتار والضغط على الجرس والاشتراك، وهذا كله فضلا وليس امرا. سلطنة الغاليات وصفة رائعة جدا، جيبي علبة فلو وغير كمشة فقط او كمية فقط او حبيبات فقط نتاع الفرز وانتي حضرتي هذه التحلية الرائعة جدا. على بركة الله ان شاء الله راح نبداو طريقة التحضير والمكونات، واذا لحقتوا لهنا ما تنساوش تصليوا وسلموا على سيدنا محمد عليه الف صلاة وسلام. ولا يحلو الكلام إلا بذكرك يا حبيب الله. راح نبداو على بركة الله تعالى طريقة التحضير والمكونات. كما سبق ذكرت لكم مكونات اقتصادية بسيطة. عندي علبة نتاع برينو، كذلك عندي حبات نتاع الفرز والفراولة، عندي علبة فلو بذوق الفراولة. لهنا كما راكم تشوفوا راح نجيب كاسرون ونحط 3 كؤوس حليب يكون بارد او 2.5 كأس حليب حسب يعني عدد الافراد اللي عندكم. نضيف عليهم علبة فلو بذوق الفراولة بهذا الشكل هذا، كذلك 2 ملاعق ما يكونوش معمرين بزاف يا البنات نتاع النشا، واللي حابه تضيف عليهم ملعقه سكر تضيف، لكن انا اكتفي بهذه الحلاوه. نخلط كلش بارد في بارد، من بعد نحطه فوق النار ونستمر في التحريك بهذا الشكل هذا حتى نلاحظ فقاعات ويبدا يختار الخليط عندي. لهنا نجيب القوالب او نجيب الكؤوس اللي عندي ونحط فيهم بسكوي برينو. لهنا كل يعني قالب تقدري تحطي 2 حبات، انا حطيت 2 حبات، انتي تقدري تحطي 2 3 حسب واش تحبي انتي وحسب يعني الرغبه نتاعكم. كاين اللي ما يحبش البسكوي ما يديرش خلاص، كاين اللي يحب يضيف يعني غير كميه صغيره، لكن من المستحسن انكم تحطوا 2 حبات نتاع برينو. قلت لكم احسن يعني بسكوي هو برينو. لهنا واش درنا يا البنات؟ لهنا بعد ما تكاثف الفلون نتاعنا وكريمه الفلون، لهنا كاضافه تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، جبت لهنا الياغورت بذوق الليمون، ضفته حطيته فوق البسكوي باش يجي رطب، وكذلك يعطي لي القروصيه هذيك اللي نحبوها بزاف بزاف. خلاص في يعني التحليات بالاخص كي تكون يعني فراوله او تكون تشينه او برتقال، من المستحسن انكم ديروا هذه الاضافه هذه. لهنا تحطي الفلون تاعك، يعني كل يعني قالب او كل كاس تحطي الكميه اللي بغيتي. انا لهنا كيما راكم تشوفوا دائما عندي المكيال هذا حطيت واحد فقط لكل يعني تحليه. هاي لكم بالشكل هذا كيما قلت لكم، يعني لهنا راني درت بذوقين الكراميل والفراوله، لكن باش ما يجيكمش الفيديو ممل وطويل درت لكم اولا نتاع الفراوله بهذا الشكل هذا، وفي الفيديو القادم ان شاء الله راح نحط لكم نتاع الموز والكراميل. كيما راكم تشوفوا لهنا كيما قلت لكم درت لكم فيديو نتاع الفراولة وفيديو نتاع الموز. لهنا راح نجيب الفراولة نتاعي او الفراز نتاعي بعد ما نكون غسلتها مليح، يعني تطلقي عليها العين وتنظفيها مليح بهذا الشكل هذا. هاي لكم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نحيو لها الشوشه او الاوراق الخضراء وتبقاو تقسموها على زوج وتقطعوها مكعبات صغيره او الشكل اللي بغيتو قادرين، حتى يا البنات يعني كيما نقولوا حنايا تقطعوها غير نصف دائره حيجي شكلها كذلك هايل، لكن انا فضلت نقطعها بالشكل هذا كيما راكم تشوفوا مكعبات صغيره جدا بهذا الشكل. هاي لكم يعني كما قلت لكم بما انه يعني موسم الفواكه الحمضيه من تشينا وكذلك اليوسفيه اللي هي المندرين وكذلك كما قلنا حنايا الفراوله، نجموا دائما دائما تستغلوا هذه الفواكه هذو وتحضروهم كتحليات او كاضافات باش تتغذاو بهم. بعد ما نكون قطعت الحبات نتاعنا نتاع الفراز او الفراوله راح نحطهم في كاسرون كيما راكم تشوفوا، يعني لهنا حسب الكميه اللي عندك. لهنا في كل يعني كميه تحصلت على 6 يعني قوالب او كؤوس تحليه، ضفت عليهم كاس الا يعني شويه بركه نتاع كاس نتاع تاي تاع سكر حطيته في الفراوله، لانه لهنا الفراز نتاعنا شويه حامضه حطيته، من بعد طيبته، من بعد كي طيبته غير شويه حطيته يعني فوق الفلون تاعنا كيما راكم تشوفوا، والصوره تعبر يا البنات.
هاي ليكم، يعني عطات لي قوام رائع جدًا كأنه يعني معجون الفراولة بذوق متميز جدًا، وما تنساوش يا البنات لهنا غير تبرشوا له فقط غير قشور الليمون وعصرة فقط ولا زوج نتاع الليمون أو القارص كيما نقولوا حنا بالدارجة، راح يعطيكم كذلك مذاق رائع جدًا ويبقى محافظ يعني على القوام نتاعو. راح نحط الكمية اللي بغيت في كل قالب كيما راكم تشوفوا. أنا الكمية كامل حطيتها في القوالب، شوفوا جاو معمرين يعمروا العين وكذلك يجيو مغذيين. راح نحطهم على جنب يا البنات. واش ندير لهنا؟ راح نجيب كأس إلا ربع بودرة الشونتيي كيما راكم تشوفوا ونضيف عليها اللي هي خليت يعني نصف كذلك كأس أو كأس إلا ربع نتاع الفلور اللي كنت خليته مسبقا، ومرة على مرة نخلطه باش ما يكونش جامد ونخلطه بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل على كريمة الشونتيي بذوق الفراولة أو الفريز. راح تجيكم رائعة المذاق يا البنات. شوفوا درك تشوفوا القوام تاع كريمة الشونتيي تجي هايلة بزاف والمذاق نتاعها متميز. كي بقات شوية يعني كاس إلا ربع حطيته كيما قلت لكم تاع الفلو حطيته يبرد، حطيته لهنايا في كيس حلواني وبقيت نحط الشكل. شوفوا لهنايا البنات لهنا ما تحبش يعني تتحط لأنه كنت يعني كريمة الشونتيي حطيتها في الثلاجة يعني شدت روحها مع البرد، لكن نتوما ما تحطوهاش في الثلاجة مباشرةً، اخدموا بها يا البنات وزينوا بالطريقة اللي تحبوا وكذلك يعني الكمية اللي تحبوها نتاع كريمة الشونتيي. أنا غير حطيت فقط نصف على القالب والنصف الثاني يعني أنا خليته للتحلية أخرى. وإن شاء الله يا ربي دائمًا نحط لكم وصفات رائعة جدًا ومتميزة. راكم تشوفوا الشكل تاعها كيفاه جا، حطيت غير 4 يعني كميات صغيرة بهذا الشكل هذا، والنصف الثاني راح نزينه بالفراز أو بالفراولة. خليت الثاني كعبات نتاع الفراز راح نقطعهم ونزين بهم يعني التحلية نتاعنا، راح يجي الشكل نتاعها هايل. نصف حبة تاع فراز تقسميها راح للمقطع يا البنات، من بعد تبقاي تقطعيها طوليًا وتحطيها بالشكل هذا راح يعطيك شكل رائع جدًا ومتميز للتحلية نتاعكم تاع الفراز. يعني وصفة رائعة جدًا مذاقها متميز وطريقة التحضير نتاعها رائعة، رائعة بزاف. يعني هادو هما القوالب اللي كنت وريته لكم في مشترياتي جايين هايلين بزاف. وشوفوا لهنا بغيت يعني نوّع القوالب اللي عندنا والكؤوس باش تشوفوا كيفاه يجيو هايلين. هاد الكؤوس هادو كذلك رائعي الشكل يعني تقول لك العين تاكل قبل الكرش، لذلك أنا حوست أو يعني حبيت ندير لكم يعني تحلية بهذا الشكل هذا والطريقة هذه المتميزة. شوفوا رائعة جدًا وانتظروا الوصفة القادمة يعني تحلية بذوق الموز والكراميل حتى هي تجي رائعة، رائعة بزاف خلاص. وطريقة التحضير نتاعها ولا أروع. دائمًا كيما قلت لكم نجيب لكم التحليات لأني من محبي التحليات ونجيب لكم الحلويات وكذلك المخبوزات. انتظروني وشجعوني جاب كومنتار والضغط على الجرس والاشتراك وما تنسوش تصلوا وسلموا على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. نقول لكم مشاهدة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.